اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الأسرة الأولى في تاريخ مصر القديم، واتكلمنا عن بعض ملوكها اللي هم نارمر أو مينا موحد القطرين، وعن الملك حور عحا، وآخر ملك اتكلمنا عنه هو الملك جر. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن الأسرة الأولى في تاريخ مصر القديم، وهيكون كلامنا عن باقي ملوك الأسرة. وهنبدأ كلامنا برابع ملك في الأسرة هو الملك جت، واللي معنى اسمه أفعى الملك. الملك جت بدأ عهده بسياسة استخدام المناجم بحثا عن المعادن، وكمان علماء الآثار لقوا اسمه منقوش على صخرة في أحد الطرق اللي كانت تصل بين إدفو والبحر الأحمر، وكمان عثر على لوحة شهيرة ليه ومحفوظة حاليا في متحف اللوفر في باريس. اتجوز الملك جت من أخته ميرت نيث، ويعتقد العلماء أن مدة حكم الملك تتراوح بين 6 و10 سنوات، وكان هناك معلومات عن حياة الملك منقوشة على حجر باليرمو، لكن فقدت بعض تفاصيلها. ومن أهم أعمال الملك جت إنه اهتم بالتوسع التجاري واستغلال المناجم. نيجي بقى نتكلم عن تاني ملك في حلقتنا النهاردة والخامس في الأسرة الأولى، وهي الملكة ميرت نيث. وزي ما ذكرنا من شوية إن هي زوجة الملك جت، وهي بالمناسبة أول ملكة في تاريخ مصر والعالم حسب تاريخ العلماء، واسمها حسب قائمة أبيدوس هو مربياب. والملكة ميرت نيث كانت ملكة وصية. يعني إيه ملكة وصية؟ يعني هي كانت أم الملك دن اللي هو ابن ملك جت، ومعنى اسمها هو المحبة لنيث. ونيت أو نيث اللي كان مذكور في اسمها ميرت نيث أو نيت، ده كان إله عندهم في مصر السفلى. وزيها زي باقي الملوك كان عندها مقبرة ومقبرة أخرى رمزية، يعني كان عندها مقبرتين، واحدة في سقارة والتانية كانت في أبيدوس. والمقبرتين كان ليهم نفس الوقار الملكي في الشكل والبناء وحجم المقبرة. وكمان علماء الآثار لقوا بعض من أدواتها تحمل أسماء أخرى لها، زي نيث حطب واللي معناه نيث راضية، واسم تاني يعني نخت نيث واللي معناه نيث القوية. وطبعا زي ما ذكرنا قبل كده إن نيث هي إله في مصر السفلى في الأسرة الأولى. ثالث ملك معانا النهاردة وسادس ملك من ملوك الأسرة المصرية في تاريخ مصر القديم هو الملك دن. وزي ما قلنا من شوية إن ملك دن ابن الملك جد والملكة ميرت نيث اللي هي كانت الملكة الوصية على الملك دن زي ما قلنا من شوية. ومن أسماء الملك دن أيضا ديمون، وكمان دن سمتي، وأيضا حور دن يعني اسم حورس. والملك دن هو أول من استخدم لقب ملك مصر السفلى ومصر العليا، وهو لقب يعرف باسم التتويج، وهو أول ملك اتصور وهو لابس التاج المزدوج اللي هو التاج الأحمر والأبيض. عمل الملك دن مقبرته في منطقة أم العقاب بالقرب من أبيدوس، وعمل أرضية المقبرة من الجرانيت الأحمر والأسود. ودي المرة الأولى في مصر إن ملك يستخدم المادة الصلبة دي كمادة بناء. ومن أهم إنجازات الملك إنه قام بإعاقة قطاع الطرق اللي كانوا بيسرقوا سكان الدلتا الغربية. وكمان الملك دن أسس بعض الطقوس وأسس اتخاذ لقب التتويج نسوت بيتي، وفضل اللقب ده من بعده لحد عصر الحكم الروماني، واللقب ده معناه ملك الوجهين القبلي والبحري، يعني مصر العليا والسفلى. وكمان علماء الآثار لقوا مقبرة لوزيره حماكة، أيوة اسمه حماكة، فيها بعض من الحجر والنحاس والخشب والعاج منقوشة بأشكال جميلة، وبعض منها مطعم بقطع من المرمر. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم النهاردة،
ما تنساش تعمل لايك لفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. قناتنا البسيطة بتجيب معلومات من جميع أنحاء العالم وفي شتى الموضوعات. دعمكم لينا بيقوينا.